دجاج مشوي بالقلاية الهوائية صحي لذيذ حامض طري ذايب أطيب من مليون مطعم. أوعدكم إذا اعتمدتوا هالطريقة راح تدمنوها حتى تطلع الدجاجة ذايبة وطرية وناضجة. تعالوا نعطيكم السر. أول شي لازم تكون الدجاجة صغيرة مو أكثر من كيلو. نغسلها بخل وطحين وملح وليمون حتى تتخلص من الزفرة وتطرى أكثر. هسه راح نتبلها بالتتبيلة اللي موجودة قدامكم، وراح نتركها بالتتبيلة تقريبا ساعتين لحد ما تمتص كل النكهة أو أكثر. أهم سر إنه تضيفون شوية مي بأسفل القلاية حتى تصير عملية تبخير وما تنشف الدجاجة وتنضج بشكل جيد من الداخل. راح نختار درجة حرارة 150 مو أكثر حتى ما تحترق ويانا الدجاجة وتنضج بشكل جيد. كل جهة راح تاخذ 35 إلى 40 دقيقة حسب نوع القلاية عندكم. نقلبها على الجهة الثانية وندهنها بالصلصة. كل 10 دقائق افتحوا القلاية حتى تتأكدون منها ذايبة طرية لذيذة. راح تحبوها إذا اعتمدتوا هاي الطريقة، وبالعافية على قلوبكم الجميلة.